مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم الغد بحول الله ستمتاز الأجواء بإذن الله بالاستقرار والأجواء المشمسة، لكن ضباب محلي سيميز الصباح الباكر أغلب السواحل. الرؤية تكون متوسطة إلى ضعيفة محليا. المرتفعات الداخلية ستشهد بعد الظهيرة بإذن الله تشكل بعض الخلايا الرعدية وعليه أمطار محلية مرتقبة بإذن الله. تحسن في حالة السماء على مناطق أقصى الجنوب ومرتفعات الهوغار وتاسيدي، وبعض الزوابع الرملية التي ستميز أقصى الجنوب إلى غاية الصحراء الوسطى. درجات الحرارة خلال ليلة اليوم إلى غاية فجر يوم الغد تتراوح ما بين 17 إلى 20 درجة بالمناطق الشمالية، لن تتعدى 23 درجة بغرداية، في حدود 24 درجة ببشار وتمن راس، ترتفع إلى 29 درجة بالصحراء الوسطى وأقصى الجنوب. خلال ظهيرة الغد الحرارة القصوى تتراوح ما بين 27 إلى 32 درجة بالسواحل، وما بين 28 إلى 34 درجة بالمناطق الداخلية، في حدود 36 درجة بغرداية، 33 درجة بجانات، 36 درجة أيضا بإليزي، وترتفع بأضرار بني عباس، تندوف، إن صالح، كذلك برج بجي مختار وإنقزام ما بين 40 إلى 41 درجة. البحر خلال يوم الغد سيكون هادئ بسواحل الشرقية والغربية. بعض التموجات الخفيفة ستشهدها السواحل الوسطى، رياح ضعيفة على العموم أحيانا معتدلة بسواحل الوسطى، وتأتينا من متغيرة الاتجاهات إلى غربية جنوبية غربية بسواحل التي تقع بغرب العاصمة، تدور إلى غربية شمالية غربية نحو السواحل التي تقع بشرق العاصمة. عن وقت شروق الشمس بحتى الغد على مستوى العاصمة وضواحيها سيكون في حدود الساعة 6 صباحا و44 دقيقة، والغروب على الساعة 6 مساء و29 دقيقة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة ودمتم في أمان الله.